مدينة الدار البيضاء تجاه القنصلية الأمريكية من أجل تمديد حرب الإبادة المستمرة على إخواننا في فلسطين رغم هذه الهدنة التي تكلموا عنها. فالحرب لن تنتهي، والتقتيل تقتيل الأطفال والصحفيين والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية والمستشفيات. هذا الكيان الصهيوني الغاشم الذي يستند على القوى الإمبريالية وعلى رأسها أمريكا وحلفائها مستمر في محاولة القضاء على القضية الفلسطينية العادلة، وفي محاولة إفناء الشعب الفلسطيني وتهجير ما تبقى منه خارج الأرض الفلسطينية. نحن هنا جميعا لنقول كفى من هذا الظلم، كفى من هذا النفاق، كفى من الكيد بمكيالين، كفى من محاولة إبادة الشعب الفلسطيني المكافح. ونحن كشعوب عربية ومغاربية وإسلامية وكشعوب العالم نقول بصوت واحد كفى من الدوس على القانون الدولي ومن انتهاك كل الحقوق التي عرفناها. ونقول بأن في ظل هذه التغيرات العالمية فالنصر آت، وفلسطين ستنتصر، وسيبني الشعب الفلسطيني دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وسيرجع اللاجئون، وسيتم تحرير الأسرى، والخزي والعار للكيان الصهيوني ولكل من دعم.